والله مش لوحدك اللي كاتبه على الفيديو، انا كمان عجباني طريقه البلاشر دي جدا وعندي فضول قوي اني عايزه اجربها. بصوا هو عمل ميكس للبلاشر مع فاونديشن تقريبا، بس انا مش هعمل كده، ممكن نجرب التريكات دي في فيديو تاني. الفيديو ده انا هجرب بس الهاك او الطريقه اللي هو حط بيها البلاشر على وشه عشان يرفع الوش كده ويديله شكل ناتشرال. كل اللي محتاجينه البلاشر بتاعكم، انا هستخدم الستيك بلاشر دوت من براند او. هو يعني بعافيه شويه، انا واكلاه تقريبا، بس انا بعشق الدرجه دي اسمها يوسفول، لو لقيتوها في مصر هاتوها وانتوا غماضين. وهتحتاجوا سبونج من دول اللي هم بيبقى شكلهم شبه المثلث كده، مرميين حرفيا في كل محلات الميك اب، واغلب البراندز اللي بتعمل سبونجز هتلاقيها بتبيعهم. بصوا هو عمل كل حاجه بايده حرفيا، ما استخدمش فرش خالص. هاخد كده من البلاشر على صباعي وهحط السبونج زي ما هو حط بالظبط، هو حطها تحت عينه كده وحط البلاشر بالطريقه دي في المكان ده، وابتدى بقى يدمج كل حاجه بايده، يعني ما استخدمش ولا فرشه ولا سبونج ولا اي حاجه. حاسه اني محتاجه ازود حاجه بسيطه، فهزود مش كتير قوي في نفس المكان بالظبط. تعالوا بقى استخدم الطريقه بتاعتي انا على الناحيه التانية ونشوف في فرق ولا لا. انا بحب احط البلاشر هنا اكتر، هو رفعه فوق، انا بحب احطه تحت اكتر، وانا بحبش السبونج في البلاشر، بحب الفرشه اكتر. ببتدي ادمجه بالشكل ده، وده كده الفاينل ريزلت والفرق ما بين الناحيتين. دي الناحيه بتاعتي بطريقتي العاديه، ودي الناحيه بتاعه الفيديو. هما الاثنين حلوين، بس انا عن نفسي حابه الناحيه بتاعتي اكتر، حاساها انها مدموجه اكتر، ويمكن عشان متعوده على نفسي ان انا اشوفها كده. انا بالنسبه لي كنيره، كحد وشه مليان وعندي خدود، الحته الصغيره دي مش هترضي غروري ان انا لما ابص في المرايه الاقي بلاشر، اشوف بلاشر. فبحب قوي ان انا افرده كده واطلعه شويه هنا، وساعات كمان بدخله لهنا. لكن يعني البليسمنت بتاع البلاشر ده ممكن يكون مش لايق على وشي، ده احساسي، ممكن يليق على وشي يكون اصغر. هي كهاك حلوه للناس اللي لسه بيجنرز ومش عارفين يحطوا البلاشر فين بالظبط، فممكن دي تظبط لكم الدنيا شويه. وللناس اللي وشها رفيع، الناس اللي مكلبظه زي حالاتي، يعني اعتقد ان الحته دي شكلها احلى. وكالعاده هستنى رايكم تحت في الكومنتس.